اسمه الفينا. الفينا اللي انت المره اللي فاتت سالت عليه. انا قلت ان هو لعيب كويس قوي وما زلت. لا انت سالت عليه بشكل تاني. الشرط الجزائي. الشرط الجزائي. هو لعيب كويس جدا، واحد ضد واحد هايل جدا، وعنده سرعات يعني في كده من خالد يعني غندور. من خالد غندور. هو مش دمه تقيل زي خالد، بس يعني الاثنين. لا هي فما تيجي واحد كان لعب كوره ويجي يقول لك الزمالك محسوب له 12 ضربه جزاء، فاضل له 9 ضربات جزاء، تعرف على طول انه جاهل كرويا. يعني لاعب كوره لكن ما بيفكرش. لان ازاي انا اقول النادي ده اتحسب له ضربه جزاء ولا ضربه جزاء اذا كانت صحيحه 100%؟ طيب هسأل سؤال تاني لكل جمهورنا العظيم واللي بيتفرج على. طبعا ده تصريح سيد عبد الحفيظ اول امبارح لما قال لك خالد غندور دمه تقيل وبيقولها بهزار والناس ضحكت وبهزار. في فرق بين الهزار والجد. ولكن خالد غندور ما عجبوش الموقف. حقه ما يقبلش الهزار، ما عملناش حاجه على فكره. لو هو مش قابل الهزار يبقى سيد عبد الحفيظ غلطان. ولكن الفيديو الثاني كان بقى جد بجد. يعني خالد غندور كان ماسك كل يوم سيد عبد الحفيظ يطلعه مسرح، مش يطلعه مسرح شتايم ومش عارف ايه، غير ان هو كان بيقف في الاستوديو ومرتضى منصور يقعد يغلط فيه وهو يعني ايوه استاذ منصور يهز راسه كده، غير وغير 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 وغير. وسيد عبد الحفيظ كان بيرد عليه عشان بس نكون في الصوره. ولكن هنا بقى يا كابتن خالد انت حضرتك بتزعل من الهزار، او هنا هو راجل بيتكلم بهزار انت زعلت. وانا اعتقد ان كان ممكن سيد عبد الحفيظ يطلع يعتذر لك لو طلع بكره مع مجيب ولا حاجه، يطلع يعتذر لك. بس انت بعد حوار سيد عبد الحفيظ ده دخلت كده صفحه عندك كلام لسيد عبد الحفيظ مونولوجيست ومش مونولوجيست والكلام من ده كله، ما اعتقدش ممكن يعتذر كمان. وممكن يعتذر الله اعلم. ولكن يا كابتن خالد انت راجل من زمان كده، بيانات ربنا يعني من زمان كده. يعني شوف انت كنت بتعمل ايه زمان. ده انت كان سيد حفيظ ده كان مرتضى منصور يخش يقطع فيه وانت بتهز دماغك، غير صفحتك اللي هي كل يوم تلقيح وصور وحاجات على اهلاويه والكلام من ده، واحنا عاملين عبط. فمش بكلمه صغيره هزار كده قد كده تزعل بقى. كبر مخك يا عم خالد.